في لحظة كده لما نرجع فيها البيت بعد يوم شغل طويل بنبقى مش محتاجين كلام، مش محتاجين نضحك ولا نشرح ولا نثبت إننا تمام. الشخص الهادي اللي جوانا بيبقى محتاج يظهر. هو مش منطوي، لكن هو شخص بيتنفس أحسن لما يلاقي قدامه مساحة تفصله عن الزحمة وعن الأصوات اللي بتجري وراه طول اليوم. الشخص الهادي يحب يقعد في مكان بعيد شوية، ما يكونش زحمة، مليان خضرة، مكان يتمشى فيه، يشوف السماء وجمالها ويحس بنسمة الهواء. ولو قعد في البيت حرارة الشمس ونورها تدخل جوه قلبه. بيبقى محتاج أماكن الناس فيها قليلة والمساحة فيها كبيرة عشان يهرب من الحياة. ده مش ضعف، ده ذكاء. لأن كل الدراسات اللي بتتكلم عن جودة الحياة بتقول إن الصحة النفسية والتركيز واتخاذ القرار بيتأثروا بثلاث حاجات. أول حاجة الهدوء، تاني حاجة شكل البيئة اللي حواليك، تالت حاجة المساحات الواسعة. ونوعية الأماكن والمشاريع اللي زي كده موجودة في منطقة غرب القاهرة. سؤالي ليك، لو الشخص الهادي اللي جواك اتكلم، تفتكر كان هيختار يعيش فين؟